بصوا يا جماعة، الست دي يعني بجد يعني راضية بعيشتها. بصوا بيتها عامل ازاي، تحسوه بيت فلاحي. بصوا اصلا البيت مقشر وعامل ازاي، يعني مش بيت اجنبية مثلا زي ما احنا بنشوف. لا يعني هي تقريبا مش عارفة عايشة فين، بس هي بيتها متواضع جدا. وهي راضية وعايشة، ويعني البيت في عينيها كأنه قصر بجد. بص بقى اصلا تحت الحوض عامل ازاي والبيت ولا سيراميك ولا اي حاجة، بالعكس يعني هو من طينة. او مش عارفة هو عامل كده ليه. بصوا اصلا الحمام جوه عامل ازاي. يلا بينا، الفيديو هتلاقوه كامل على القناة، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده. يلا بينا نشوف الفيديو. وهتلاقوا اللينك بتاع الانستجرام بتاعي في البايو في الصفحة. خشوا اعملوا لي فولو، عشان بعمل هناك اسكى حلوة قوي. بصوا بقى الحوض بتاعها من اسمنت. وبصوا قدام البيت عامل ازاي، والحنفية اصلا عاملة ازاي. يعني هي والله ما شاء الله بجد، هي كويس ان هي عايشة وراضية يعني. وهي ما اشتكتش تقريبا، هي بالعكس هي مبسوطة وبتصور فيديوهات في البيت، مش مكسوفة منه ولا اي حاجة. غيرها كان ممكن يتكسف. بس بقى بتنظف البيت. مش عارفة البتاع اللي هما بيرشوه ده حلو قوي. انا حاساه بينضف هو معرفش ايه ده، بس انا حاساه حلو يعني. مش يا جماعة طالعة بالترنج لان جو تلج، وانا مش قادرة اقوم البس يعني. انا قاعدة والله تحت البطانية، معلش بقى. وما عملتش فيديو امبارح لان والله كنت تعبانة بجد، كنت طول اليوم برا. فرجعت بقى فضلت نايمة طول الليل بقى، ما قمتش خالص. كنت طول النهار برا برضك. بصوا بقى اسمها ايه البتاعة دي؟ طب والله انا بنسى، اللي هو انا اصلا لسه ما اتجهزتش، فانا بنسى اسمها ايه. اكيد عارفينها يعني، انتوا اكيد عارفينها. هي اسمها قلاية البطاطس. كنت في محل كده بتاع اجهزة كهربائية مكتوب عليه قلاية البطاطس. بس هي بتعمل حاجات كتير يعني. بصوا بقى هي نضفتها. انا كده اجيبها في جهازي لان هي حلوة، بتنفع يعني. بصوا بقى بتغسلها. مش عارفة بيحطوا زي حاجة عجينة كده في مية وطبق علشان يعمل. مش تعملي ايه؟ انت دخلتينا فين انت دخلتينا جوه دي دخلتنا جوه البتاعة. بس بقى هي نضفتها ازاي. اول مرة اعرف ان هي بتنضف من جوه كده. بس اكيد مش هتغسليها. ايوه قلت هتمسحها اكيد، قلت اكيد مش هتدخل جواها مية. طب هي كده مش هتتحرق طيب؟ انا خايفالك عليها والله. الحوض بتاعها حلو، وهم على فكرة بيغسلوا على الحوض ده. بصوا بقى تغسل دلوقتي الغسيل. يعني بصوا عليه، وراها مواعين ووراها غسيل، وراها حاجات كتير قوي. الناس دي بتتعب بجد. انا برضك عايزه اعرف ايه اللي هي بتحطه في الصابون. يعني في المية بتاعت الصابون دي، هي حاجة زي العجينة كده، ايه ده بقى؟ ممكن يكون صابون برضك، الله اعلم. بصوا يا جماعة البيت اللي هي عايشة فيه، حاساها عايشة في زراعة. ايه ده، انتي حطيتي زهرة ولا ايه؟ إيه اللي انتي عم حطيتيه ده؟ الحوض ازرق. بصوا الغسالة من غير باب وبتغسل يعني. هي بصوا هي بتغسل بس الغسالة يعني، ولا بتعصر ولا بتشطف. بصوا بتشطف في الحوض وتعصر هنا. لا بجد بتتعب قوي بجد، ربنا يكون في عونها. يعني طب هاتي غسالة طيب. بصوا بقى التواليت بتاعها. يعني هو تقريبا يعني التواليت ما كانش هيجي كده، فهي حاطاه في الجنب. وكمان قديم. ايه ده ايه ده ستوب يا ابني، ده ما عندهمش شطافة. ايه ده ازاي ده؟ انتي بتغسلي ايه؟ ايه الازرق اللي انتي بتحطيه بيزرق الحاجة ده؟ ما تعملي صابون عادي. ليه الازرق ده؟ بس بقى انا بحب اوي مرحلة المقشة دي. بموت فيها، بحب احس براحة كده، بحبها اوي. اه يا جماعة الجو تلج اوي. خلينا كده، احنا اهلي يعني، انتوا مش غراب عليا، احنا مع بعضينا. بس بقى عملت البيت ايه الباب. انتي عمالة تحطي الوان في الارض ليه يا ستي ده؟ بعدين ما تلبسي ايه اللي انتي لابساه ده؟ مش سقعانة هدومك؟ ما تبلتش هتبردي. ايوه بتحطي ايه ده بقى؟ حطيت بقى. بصوا الحمام، والله الحمام بقى حلو. وراها دورة غسيل تاني. هي بتعمل كل حاجة في يوم واحد يعني. انتي ما شاء الله عليك، انتي جامدة قوي. بتعمل كله في يوم واحد. طب انتوا بتناموا فين طيب؟ انا السؤال ده مجنني.
انتي ما جبتيش الاوضه تنضفيها ليه؟ ليه ها؟ حلو قوي الحوض اللي هو بناحيتين ده، فكره حلوه قوي على فكره، هي يعني بتتعمل اصلا عادي، فانا ان شاء الله هبقى اعملها لان حلو. الحنفيه عجباني قوي، الحنفيه بتاعتها حلوه وشديده كده، مع انها عاملاها بخرطوم ولا مش عارفه بايه. بس بقى ده المطبخ، طب ما انت عندك كمان غساله اهو، امال بتغسلي بره ليه؟ عشان تلمي المشاهدات يعني ولا ايه؟ ما انت عندك غساله جوه وميكرويف وبوتاجاز. بصوا، يعني هي مش عندها سيراميك، لا، عاملاه تقريبا على الاسمنت ده. سواء تغسل البيت تمسح البيت كله. يا لهوي يا جماعه، انا بحب اوي مرحله المقشه دي، انا نفسي اعمل عندنا هنا. بس امي بقى بتفضل تزعل، ما تخش تحت السرير وفي حاجات تحت السرير، تفضل بقى تزعق. ولا يا ماما طب ما انتي بتشيلي تحت السرير، ما تخلينا نعمل. تقولي لا انا اشيل تحت السرير وانضف لكن ما تطلقيش ميه. الفكره ما اعرفش يعني، هي بتشيل تحت السرير وما كانش في حاجه تحت السرير، بس ولو ما ندلقش ميه، معرفش ليه يعني. انا بحب اوي اللي هو احب ادلق ميه كده وافضل بقى اعمل فيها كده بقى زي ما هي بتعمل كده، بحب كده قوي. ابقى اعمل في شقتي ان شاء الله، محدش هيقول لي لا. بصوا الحيطه باشت من ميه. انتي ايه الميه اللي انتي دلقاها دي؟ انتي مش هنخلص النهارده، ما تخلصي يا امي. انتي الميه بتروح كده بتجيبيها من هنا بتيجي من هنا تاني. يا مسهل الحال. هم. هي قربت تخلص. خلصتي؟ مين اللي بره دي؟ ايوه شطوره، داري بنتك. يلا يا جماعه كده، فيديو خلص، انوسه ظهر. يلا باي.